صباح الخير على أحلى مشاهدين لأحلى برنامج براند مصري. النهاردة هحكي لكم قصة البراند المصري بدأت إزاي. مصر هي من أقدم الدول اللي عندها حضارات بترجع ل7000 سنة وفي قبل الميلاد كمان. الحضارات دي كانت كتيرة جدا على مصر، زي الحضارة الفرعونية والإغريقية والرومانية والقبطية والإسلامية. كتير من الحضارات دي أثرت على مصر وكونت أفكار ومنتجات وصناعات. الأفكار دي عن طريق البنى في مصر، فكونت كل حضارة فكرة معينة. من الأفكار والمنتجات والصناعات دي بدأت دول العالم كلها تاخد الأفكار اللي موجودة في مصر وتبتدي تنتجها عندهم في بلادهم. من هنا بدأت فكرة المنتج المصري، أو بالمعنى المستحدث البراند المصري أو الماركة المسجلة. فعلشان كده من المغزى من الكلام اللي أنا بقوله ده إن مصر هي الرائدة في عمل الصناعة المصرية والبراندات المصرية اللي موجودة في مصر. النهاردة هيكون معانا ضيوف مميزين في الصناعة وإزاي قدروا يطوروا من صناعتهم خلال السنين في صناعة الأخشاب. هيكون عندنا صناعة مميزة جدا جدا في مصر وهي صناعة الأخشاب. الفكرة الصناعة إزاي بدأت من فكرة وانتهت بمنتج وصناعة كبيرة قدرت تواكب السوق المصري والعالمي. استنونا أعزائي المشاهدين، هنجيلكم بصناعة أخشاب مميزة جدا وهنقابلكم بشركة بيرفكت في الأعمال بعد الفاصل. بكل فخر صنع في مصر. زي ما في شركات كبيرة عالمية ورائدة في مجالها، مصر كمان بتطلع شركات بجودة وإنتاج مفيش في العالم زيهم. جود وود جروب خلال أكتر من 35 سنة قدرت تبقى أكبر كيان مصري صناعي للمنتجات الخشبية، من أول إنتاج أجود ألواح خشب الكونتر الطبيعي لإنتاج منتجات الأساس من خلال شركة كاجا اللي بتنتج أساس مودرن ومطابخ وبتدي ضمان لحد 25 سنة، وشركة ذا لامبرجاك وشركة نست، وكل واحدة منهم بتنتج منتجات أساس بشكل مختلف وبأعلى جودة، وفروعهم موجودة في كل مكان. جود وود حاصلة على شهادات جودة زي الآيزو 9001 والآيزو 4501، وطبعا شهادة بكل فخر صنع في مصر. مصانع جود وود جروب موجودة في دمياط الجديدة وفي مدينة السادات بتكنولوجيا وماكينات على أعلى مستوى، واللي بتمكنها من الإنتاج الكمي وتصدير ألواح الأخشاب والمنتجات الخشبية لأكثر من 22 دولة حول العالم، والتوسع والتطوير مستمر. شركة جود وود تأسست عام 1988 في مدينة دمياط. هي أكبر شركة لإنتاج ألواح الخشب الكونتر في الشرق الأوسط، حاصلة على شهادات جودة آيزو، وبكل فخر صنع في مصر. الفروع والموزعين في جميع أنحاء الجمهورية. توسعت الشركة وأنشأت شركات إنتاج للأساس بأعلى جودة وأعلى خامات وتصميمات، وهي شركة كاجا وشركة لامبرجاك وشركة نست. مصنع إنتاج الأساس بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات مزودة بماكينات وخطوط إنتاج متطورة
وجاهزة للإنتاج الكمي والتصدير، بالإضافة لعمالة مدربة على أعلى مستوى. عشان كده شركة كاجا هي الشركة المصرية الوحيدة اللي بتدي شهادات ضمان بتوصل ل 25 سنة ضد عيوب الصناعة. بنرحب بأستاذ أحمد، مدير عمليات شركة جود وود والمدير التنفيذي لشركة كاجا. أهلا. وبنرحب بأستاذ كريم عبد الغفار، المدير التنفيذي لشركة لامبرجاك ومدير تسويق جود وود. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. في البداية كده عايزين نعرف رحلة الصناعة بدأت من إمتى معانا؟ احنا ابتدينا جود وود، طبعا والدي ابتدى شركة جود وود 1988، والشركة متخصصة في صناعة ألواح الكونتر. لحد النهارده بقى لنا 35 سنة، فوق ال 35 سنة بنصنع كونتر. ودي كانت بداية رحلة التصنيع معانا في العيلة. احنا طبعا كجيل تاني ابتدينا نطور من الصناعة دي، او بمعنى اصح ناخد الصناعة اللي والدي طورها وابتداها ونبتدي نوري الناس كعملاء او كمهندسين ازاي نقدر نستعمل الخامات دي في منتج نهائي زي المطابخ او الدراسنج او غرف النوم. ومن هنا بنبتدي نطور في الرحلة بتاعت والدي. احنا دلوقتي عاوزين نعرف شركتنا مقسمة لكام شركة. يعني احنا الشركة الام مثلا جود وود، لكن شركة كاجا وشركة لامبرجاك ونست كل واحدة ليها تخصص كل واحدة ليها عملية. عايزين نفرق ما بينهم. انا هشرح لحضرتك سريعا. يعني هي شركة كاجا تعتبر اول سيستر كومباني لجود وود، ودي كانت الشركة اللي ابتدت تاخد منتجات جود وود وتحطها في التصنيع بتاعها. يعني شركة كاجا مش بتستعمل أي منتجات غير منتجات جود وود في التصنيع. فدي تعتبر الشركة الأساسية لتصنيع ألواح جود وود. عندنا بعد كده شركة نست، طبعا عشان احنا حابين نسيرف على الماركت كله أو نخدم كل السوق، فعملنا شركة نست برضو بنفس الماشينري ونفس التكنولوجيا ونفس كل حاجه، بس بنستعمل خامات اقل شويه بحيث ان احنا نقدر نقدم منتج سعره يعني مناسب لجميع الفئات في الشعب. شركه لامبرجاك بقى بعد كده هي الشركه الفنيه اكتر، ممكن كريم برضو يعرفنا بيها اكتر. ديزاينز يعني فنيه اكتر، يعني شويه بنعتمد على الطبيعه اكتر. شركه لامبرجاك هي شركه متخصصه في صناعه برضو نوع من انواع الفرنتشر، بس الاعتماد الكلي على الطبيعة. فاحنا بنستخدم الشجر الطبيعي، نستخدم كل حاجة تقريبا في الشجرة. هو برضو الموضوع ليه علاقة بالأخشاب لكن من اتجاه مختلف. يعني احنا كل شركة بتنتج منتج مختلف من الأخشاب. لامبرجاك هي زي ما قلنا كده بنستخدم الشجر الطبيعي، بنصنع منه ترابيزات سفرة، بنصنع منه مكتبات تلفزيون، كافي تيبلز، يعني بنصنع منه حاجات كتيرة جدا. بس في الاخر الموضوع كله معتمد على الطبيعه وشكل الطبيعه ظاهر في المنتج. فده تكوين لامبرجاك. يعني لامبرجاك صناعه اللي هي الخشب طبيعي بالظبط، لكن الشركات الثانيه الخشب الصناعي المصنع. نست تعتبر هي الخشب المصنع اللي هم بيسموه الام دي اف، لكن كاجا بتستعمل خشب طبيعي لكن في هيئه الواح. كريم اكتر بيشتغل بالشجره على الشيب بتاعها زي ما هي، هو بيشوف الشجره ازاي طالعه، الشجره ممكن تقدم ديزاين عامل ازاي وبيبتدي يشتغل عليه. لكن احنا الخشب الطبيعي عندنا بيكون في هيئه الواح اكتر. المصنع جاهز للانتاج الكمي للتصدير بره مصر؟ طبعا احنا كل شركه ليها المصنع المتخصص بتاعها وليها الاداره الخاصه بتاعتها. في الاخر احنا كلنا تحت شركه جود وود وتحت الاداره الكبيره بتاعت جود وود، لكن كل شركه ليها شغلها الخاص. فطبعا لامبرجاك ليها مصنعها، وبرضه هنا المصانع كلها مختلفه. يعني مثلا لامبرجاك هي بتعتمد اكتر على الصناعه اليدويه. جميل. احنا بنتعامل مع الطبيعه وبنتعامل مع الحرف اليدويه اكتر. جود وود بتعتمد اكتر على الماكينات. كاجا نفس الموضوع، كاجا شغاله برضو بماكينات متطوره جدا، ممكن احمد يتكلم عليها اكتر. نست بتستخدم تقريبا نفس الماكينات بتاعت كاجا. فكل مصنع مختلف عن التاني، لكن المصانع كلها سواء جود وود او كاجا او لامبرجاك او نست الحمد لله عندنا القدره الانتاجيه للانتاج الكمي سواء للمشاريع داخل مصر او خارج مصر. طبعا كمجموعه شركات ومجموعه كبيره اكيد في مميزات بتقدموها للعملاء،
واكيد في حاجات معينه بتقدموها للعملاء. ايه اكتر مميزات بتقدموها للعملاء؟ اعتقد احنا اكتر ميزه بنقدمها هي الجوده وخدمه ما بعد البيع. دول من اهم النقط اللي احنا بنهتم فيهم في كل الشركات. بنحب ان احنا دايما نقدم اعلى جوده ممكنه، وخدمه ما بعد البيع هي اهم حاجه بنقدر ان احنا نهتم بيها برضو. لو العميل عنده اي مشكله او عنده اي حاجه حابب ان هو يغيرها، حابب ان هو يحل المشكله، فاحنا دايما موجودين في النقطه دي. دايما عندنا في الديزاينز وفي الفرنتشر عندنا تطور كبير جدا، بيحصل ابديت على طول. ازاي بتواجبوا التطور دوت في الديزاينز وفي الماتيريال علشان تواجبوا السوق؟ طبعا هو النهارده فعلا كل يوم في جديد في الديزاين، وبرضو بقى بينزل تولز او ادوات جديده نقدر نستعملها عشان نطلع الديزاين بشكل احسن وفي وقت اسرع، تنفيذه يكون احسن بكتير. فابتدينا ندخل الاي اي طبعا معانا، اللي هو الارتفيشال انتليجنس. فابتدينا ندخله معانا دلوقتي في الديزاينز بتاعتنا، ازاي نديله برومبت مظبوط يطلع لنا ديزاينز في وقت اسرع. وده طبعا بيحسن كتير جدا السيرفيس بتاعت كاجا او لامبر جاك او نست للعميل. يعني احنا ازاي نقدر نطلع اكتر من ديزاين والعميل موجود في الفيزيت بتاعته. قبل كده طبعا ده كان حاجه ممكن تاخد يوم او يومين لحد ما مهندس يطلع الديزاين. دلوقتي لا، احنا بنقدر نطلع اكتر من ديزاين والعميل قاعد معانا. فده طبعا بيدي كواليتي احسن بكتير قوي للعميل في السيرفيس معانا. طبعا اي صناعه في مصر عايزه افكارها تتصدر لبره مصر، وعايزين منتجاتنا توصل لبره مصر. ازاي بتواجهوا قصه التصدير في مصر؟ وازاي هل يا ترى انتوا شركاتكم بدات في التصدير بره مصر فعلا؟ بالفعل ده تم في تقريبا كل الشركات الحمد لله. شركة جودوود طبعا هي البداية، وهي اللي ابتدت تصدير من سنين كبيرة جدا. ابتدينا تصدير للأسواق الخليج، السعودية، المناطق المجاورة لينا كلها. ويعني حاليا احنا بنجهز للتصدير لأوروبا. جميل. الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل بمستوى المنتج بتاعنا ان احنا نقدر ندخل الأسواق الأوروبية. الأسواق الأوروبية دخولها مش سهل، ليهم مواصفات معينة، ليهم كواليتي معينه علشان نقدر نواكب السوق ده. فالحمد لله قدرنا ان احنا نوصل لده، وبنجهز فعلا للمشاركه في معارض في ايطاليا مثلا، وان شاء الله يكون في فرص تصدير ان شاء الله. ان شاء الله. بس المنتجات بتاعت شركاتكم على فكره يعني الدول الاوروبيه اصلا بتستوعبها، يعني كصناعه للخشب هي موجوده اوريدي اصلا في اوروبا طبعا، لان هم ما عندهمش كل حاجه خشب طبيعي. الصناعات طبعا في اوروبا شويه مختلفه عن يعني احتياج السوق الاوروبي عامه، مختلف تماما عن السوق المصري. يعني كل دوله وكل مكان ليه احتياجاته اللي بتناسب المكان. فالنهارده مثلا الشركه مثلا زي شركه نست ممكن جدا تشتغل في السوق الاوروبي، تشتغل جدا في السوق السعودي، في السوق الاماراتي. شركه زي لامبر جاك مثلا ممكن ان هي تشتغل في اسواق اوروبيه وامريكا مثلا وحاجات زي كده. اكيد. فعلى حسب المنتج بنشوف ايه الدوله المناسبه لده، وبالفعل تم تصدير. يعني شركه كاجا صدرت، نست صدرت، لامبر جاك الحمد لله برضه صدرت، جودوود طبعا الحمد لله بتصدر باستمرار، ولينا كمان لينا مصنع في دول تانية. يعني لينا مثلا مصنع في المغرب غير المصنع بتاع دمياط. جميل جدا. فبنحاول ان احنا على قد ما نقدر نكون موجودين في اسواق عالميه، لكن الاساس طبعا هو مصر. اكيد طبعا. في تطورات كتيره بتخش حاليا التكنولوجيا فيها. دخلتوا التكنولوجيا في مصانعكم وفي شركاتكم؟ اكيد طبعا. يعني احنا طبعا من اول التطوير في شركه جودوود نفسها، في المكن بتاع جودوود، ازاي قدرنا نطوره ان هو يطلع انتاجيه اعلى بكتير جدا بكواليتي احسن. يعني بنقلل برضو دخول البني ادم او اليد العامله في الصناعه. وطبعا التطوير الاكتر كان في اللاين بتاع انتاج الموبيليا اللي هو فاتح تحته شركه كاجا وشركه نست. احنا الخط اللي جبناه كان فولي اوتوميتد. ان برضو اشرح اكتر في الحته دي ان احنا النهارده نقدر ان انا انزل الاوردر من الشوروم للمصنع دايركت ثرو ايباد. الموضوع بقى اسهل بكتير. طبعا احنا شغالين كل يوم بنطور في الحته دي اكتر واكتر عشان نسهل البروسيس على العميل. ازاي نخلي البروسيس اسرع، الديزاين احلى، وتنفيذه يبقى اسهل واسرع ان شاء الله.
ان شاء الله. طبعا كل شركه ليها مميزات عن الشركات الباقيه عنها. ايه اللي بيميز مجموعه شركاتكم عن الشركات التانية؟ زي ما كريم اتكلم، احنا على طول بنركز قوي على ان احنا ازاي نطلع اعلى جودة للمنتج. وطبعا ده من اول تصنيع اللوح لحد تصنيع الفرنتشر او غرف النوم او المطابخ او الدريسنجز. شركة كاجا من اكبر الدليل ان هي بتركز قوي على الكواليتي. احنا بندي 25 سنة ضمان على منتجاتنا ضد عيوب الصناعة طبعا. لو المنتج فيه اي مشكلة من ناحية اكسسوارات او خشب بنقدر ان احنا نغيره للعميل على طول. شركة نست بتدي ضمان على منتجاتها 5 سنين، وشركة لامبر جاك وشركة جود وود بيدوا ضمان مدى الحياة على المنتج. يعني جود وود لو أي عميل اشترى لوح أو حتى بعد ما صنعه حصل فيه أي مشكلة، احنا بنديله الخدمة إن هو يجي ويغير اللوح بتاعه كمان. ما فيش أصلا الخدمة دي موجودة في مصر. دي يعني خالص. احنا على طول ممكن نكون بنضحي شوية عشان إن احنا نوصل لأعلى كواليتي موجودة في السوق. صناعة الأبواب، طبعا احنا خدنا شوط كبير جدا في صناعة الأبواب في مصر. عايزين نعرف حضرتك بتصنع أبواب والماتيريال بتبقى ايه في صناعة الأبواب؟ بالنسبة لصناعة الأبواب احنا دخلنا فيها كشركة جود وود، ولكن شغالين للمشاريع، للكميات، الإنتاج الكمي للأبواب، الكميات الكبيرة بالظبط. فبيبقى على حسب مواصفة المشروع. كل مشروع بيبقى ليه مواصفات خاصة في الباب اللي هو محتاجه، لأن بيكون طبعا مطلوب منه كميات كبيرة. فاحنا بنشتغل على المواصفة دي مع المهندسين والاستشاريين اللي بيكونوا خاصين بالمشروع، نشوف ايه الأنواع الأخشاب اللي هم محتاجينها، شكل التصنيع بتاع الباب نفسه الداخلي والخارجي، وبنشتغل على ده وبنقدمه. الحمد لله ان احنا قدرنا نقدم اكتر من مشروع جوه مصر وبره مصر، ويعني الحمد لله يعني قادرين ان احنا نقدمها برضو بنفس الجودة اللي الناس متعودة عليها من جود وود. الاكسسوارز في الأخشاب في صناعة الأبواب، الاكسسوارز المستخدمة بتعمل فيها ايه حضرتك؟ ده شويه يعني ده جزء مختلف عن المنطقه اللي احنا متخصصين فيها شويه. احنا متخصصين طبعا اكتر في صناعه الخشب. فجزء الاكسسوار بالنسبه للمشاريع ده بيكون قسم تاني. لو هو متوصف بشكل معين انا بقدر ان انا اوفره من السوق، او لو المشروع هو بيبقى اوريدي موفر الجزء ده. لكن تخصصنا اكتر في صناعه الاخشاب نفسها. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع شركه جود وود. Welcome to the Kaja Kitchen and Furniture Factory, where innovation meets technology and craftsmanship. For over 3 decades, Kaja and Good Wood have been a beacon of quality and excellence in the world of wood and furniture. Our journey began in 1988, and since then, we've set the industry standard for precision craftsmanship. Walk with us as we unveil the artistry behind every Kaja creation. Meet our dedicated artisans, the backbone of Kaja. Their passion is evident in every detail, ensuring each piece is a testament to the art of furniture making. At Kaja, quality is not negotiable. Our rigorous quality control processes guarantee that every product leaving our factory meets the highest standards, setting us apart in the industry. We understand the importance of longevity. That's why we proudly offer a remarkable 25-year warranty on all Kaja products.
peace of mind is our commitment. Step into our world of aesthetics and functionality. From sleek kitchens to elegant furniture, Keja designs are crafted to elevate your lifestyle, blending form and function seamlessly. Our team's dedication extends beyond craftsmanship. It's about creating not just furniture, but a statement of your style and sophistication. Experience the Keja difference, quality that stands the test of time. Keja, when furniture is branded. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبنرحب بضيوفنا شركة جود وود، وبنسألكم وبنكمل أسئلتنا معاكم. دايما الخشب ليه دهانات وليه أسطر أو ليه لاكيهات أو أيا كان الدهان. إزاي بتتم عملية التصنيع في شركاتكم للدهانات؟ طبعا موضوع الدهانات ده اتطور كتير جدا 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 في السنين اللي فاتت. لو حضرتك لاحظتي هتلاقي ان السوق ابتدى يتنقل لاشكال اجدد، اشكال الرخام واشكال الخشب واشكال الصخر. جود وود ابتدت سنه 2017، ابتدينا نطور بحاجه اسمها لامينيشن او الطبقه العازله اللي بتتلزق على وش اللوح، ودي بتوفر لنا الوان كتير جدا 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 اكتر من الدهانات. طبعا احنا لسه بنعمل القسم بتاع الدهانات في شغل معين، وده ما نقدرش نستغنى عنه لان ده اساس الصناعه برضو. أكيد. لكن بنقدر نطور في شكل المنتج او في الالوان اللي نقدر نطلعها باللامينيشن او بالالواح المعزوله. وطبعا ده بيقوي طبعا الكواليتي بتاعت اللوح جدا، يعني ان هو بيبقى مضاد للخربشه، مضاد للبكتيريا، وده بيقلل طبعا الامراض في البيت. اخر كولابوريشن جود وود عملته كان مع شركه ال جي في كوريا. نزلنا اللامينيشن بتاع ال جي، الوانه جديده جدا. مثلا الالوان ما بتبصمش، ضد البكتيريا، نقدر نستعمله في المستشفيات، في غرف الاطفال. فهو ده التطور بتاع الدهان. بنستخدم مكن معين للدهانات ولا بيبقى يدوي؟ لا، الدهانات بيكون ليها لاين الدهان، وده طبعا بيبقى بتكنولوجي عشان ينشف اسرع وما ياخدش وقت معانا في الانتاج. صح. واللامينيشن بيبقى ليه المكن بتاعه عشان يتكبس على الالواح. استاذ كريم، عايزين حضرتك توضح لنا التطور اللي حصل في الالواح والدهانات في شركه حضرتك. اكيد. بالنسبه لجود وود احنا ابتدينا زي ما احمد قال 2017، كان في توجه ان احنا بنحاول نحل المشاكل اللي بيواجهها المصنع دايما، وكانت من اكتر المشاكل اللي بتحصل موضوع الدهانات. ان هي كانت تاخد وقت جامد جدا. لو في حاجه مصانع مثلا بتعمل انتاج كمي او بتنفذ مشاريع، كان بيحصل معاهم مشاكل دايما في اختلاف درجات الالوان من انتاج للتاني. لو حاجه مثلا موجوده متصنعه من فتره طويله وعايزين نكمل شغل عليها او نغير جزء فيها، كان دايما بيطلع اختلاف في الالوان. اختلاف في الالوان دايما. والموضوع ده كمان كان بياخد وقت طويل قوي في صناعه الموبيليا. ابتدى يظهر في العالم حاجه اسمها لامينيشن او الخامات المصنعه. أيوة. القشره الصناعي. القشره الصناعي ليها مسميات كتيره جدا وليها خامات كتيره جدا، زي ميلامين وزي حاجات، يعني مش عايزين ندخل تكنيكال قوي، بس في مسميات كتير قوي وخامات كتير قوي في الحته دي. الحمد لله جود وود موفره الفرايتي كلها من الخامات المصنعه، ودي بتغطي كل الاشكال تقريبا المطلوبه في السوق. اشكال الخشب بالملمس الطبيعي بتاع الخشب، الالوان الساده، سواء اللون المط، الالوان المطفيه، او الالوان الجلوسي، الحاجات زي الاكريليك والكلام ده. بنوفر تقريبا 150 لون ما بين خشبي ولامع ومط والوان ساده والكلام ده كله. في حاجات شكل ستانلس ستيل، في شكل رخام، في شكل الحجر. كل دي اشكال بنقدر ان احنا نوفرها. طيب ايه الميزه في الكلام ده؟ الميزه ان بتاخد مني المنتج، اللوح، بتصنع منه منتج وبتسلمه للعميل بدون اي دهانات. طيب برضو انت كده يعني سرعت عمليه التصنيع شويه. الميزه الاكتر من كده ان المنتج هيعيش مع العميل اكتر.
السكراتش ريزيستنت بتاعته اعلى بكتير من الدهانات. يعني الحاجات المدهونه لو اتخبطت او اي حاجه بسيطه بتظهر فيها. بتظهر فيها فعلا. بالظبط. لا، الخامات دي بتقدر ان هي تستحمل اقوى بكتير جدا من الدهانات. بتعيش عمر اطول، مضاده للميه، مضاده للبكتيريا، مضاده للحراره. صديقه البيئه يعني. مظبوط. فبتسهل علينا الاستخدام في البيت، وبتسهل على المصنع عمليه التصنيع. ايوه، حلو جدا. شركه جود وود نقدر نشتري منتجاتها منين؟ وكل شركه هنتكلم فيها على حده. اكيد. فكل حاجه نشتريها منين بقى؟ بالنسبه لمنتجات جود وود، فاحنا لينا الفروع الخاصه بينا، ولينا موزعين في كل انحاء الجمهوريه. فنقدر من خلال الهوت لاين بتاع جود وود او الويب سايت نقدر نعمل سيرش على اقرب موزع او اقرب فرع موجود. لينا فروع تقريبا مغطين الجمهوريه كامله. بالنسبه للمبر جاك، لينا فرع في الشيخ زايد في مول العرب، ولينا فرع في التجمع الخامس في كومباوند ميفيدا. جميل. تمام. بالنسبه لكاجا ممكن برضو احمد يقول على الفروع. كاجا برضو احنا بنحاول ان احنا نغطي اكتر مناطق. احنا عندنا برضو 3 فروع. عندنا فرع في مول العرب، وعندنا فرع في كومباوند ميفيدا برضو، وعندنا فرع في بنفسج 4 في التجمع الاول. حلو. وشركه نست برضو ليها فرع في البنفسج، وليها فرع في الشيخ زايد على المحور المركزي. طب وجميع المحافظات، هل يا ترى لو في محافظات مثلا الأقصر، أسوان، يقدروا يتواصلوا معاكم من عن طريق الويب سايت أو من عن طريق إيه؟ اكيد طبعا يقدروا ان هم بالنسبه لجود وود هيلاقوا موزعين موجودين في المحافظات اللي هم موجودين فيها. يعني انتم مغطيين الجمهوريه كلها؟ الحمد لله. الحمد لله. بالنسبه لكاجا او لامبر جاك او نست، يقدروا يتواصلوا معنا طبعا من خلال الصفحات بتاعتنا، ونقدر ان احنا نقدم لهم خدماتنا طبعا. احنا اوريدي برضو بنسلم الحمد لله في اكتر من محافظه. يعني بنسلم حاجات في الاقصر وحاجات في محافظات برضو بعيده عن القاهره شويه، بس بنقدر طبعا نخدم العملاء في كل حته. اعزائي المشاهدين، للاسف وقتنا خلص، وكانت حلقه جميله جدا ان الواحد يفهم صناعه مصريه وانواع كتيره ومنتجات كتيره وصناعات كتيره موجوده في مصر. كان نفسي الحلقه تطول اكتر من كده. اشكركم ضيوفي. شكرا جدا ليك. ميرسي. واشكركم اعزائي المشاهدين، واشوفكم في حلقات تانية جديده.